الأرضية اللي كانت بترتفع طيرت شفيق، وأخيراً وقف بعد ما خبط في الباب الإزاز. اتفاجئ لما شاف إن كل الناس اتحولوا لسمك أنشوجة التقليد. جم منين كل دول؟ سبونج بوب بكل مهارة حدف سلطع برجر في بوق الزباين على طول، وبعد ما شبعوا مشيوا مبسوطين. في حد طلب سلطع برجر تيك أواي، ومن غير ما يسمعوا لاعتراض سبونج بوب أخدوه معاهم الأتوبيس. سبونج بوب حاول يوصل لقدام وسأل مين اللي طلب الأوردر، بس الأنشوجة ما فهموش وقالوا بابا، أقصد ميب ميب. أوه ميب. أخدوه ومشيوا بيه لمحل آيس كريم، وبعدها لمحل نظارات شمس، وأخيراً لمحل مرتبات. سبونج بوب رجع البيت وهو متحول لسمكة أنشوجة ومبيعرفش يطلع غير صوت ميب، وذكائه نزل وبقى زي بسيط بالظبط. لعبوا مع بعض لعبة تسقيف التورتة، وده خلى بسيط هو كمان يتحول بالتدريج لأنشوجة، والموضوع بقى أصعب لما العدوى بدأت تتنقل للي حواليهم. الشلة دي راحت الشغل في مقرمشات سلطع. مستر سلطع قال: أخيراً جيت يا سبونج بوب، ده أنت كأنك بوب المتأخر. الأنشوجة الثلاثة في المطبخ اشتغلوا مع بعض عشان يعملوا سلطع برجر، والأنشوجة البامبي كان مسؤول عن الأكل. مستر سلطع كان مبسوط وهو سامع صوت ميب، ولما خد باله إن ده سبونج بوب دخل المطبخ يشوف الحكاية، فتحول هو كمان بسرعة لأنشوجة. الحالة انتشرت بسرعة الصاروخ جوه المكان، وكل الزباين اللي سمعوا الصوت اتعدوا، خرجوا وفضلوا يعوموا في الشوارع، وأي حد يسمع ميب يتحول على طول. حتى المذيع في التلفزيون اتنقلت له الحالة. شفيق ما كانش لسه جراله حاجة، وكان مستمتع بلحظة هدوء نادرة. مجموعة الأنشوجة وصلت لهناك، وتنطيطهم خلى الأرضية تتهز، فشفيق اتزحلق واتخبط في الباب الإزاز. بص بره وهو مذهول من الأعداد الضخمة. سبونج بوب فتح الباب، والأنشوجة اندفعت جوه المقرمشات. شفيق كان لازم يخدمهم لوحده ويعمل البرجر كمان. الشغل الكتير خلاه يغلط، وسلطع برجر خبطت الهيدسيت اللي على راسه وقعتها، وده كان معناه إنه قرب يتحول هو كمان. في الوقت ده وصلت مجموعة الأنشوجة الحقيقية. المجموعتين ما كانوش طايقين بعض أول ما اتقابلوا، ووقفوا قصاد بعض ومفيش طرف عايز يتراجع. ميب ميب، غلطتي، أقصد ميب ميب، أوه ميب. سلموا على بعض ورجع الهدوء، بس شفيق ما كانش قادر يستحمل، فطلب بيتزا حجم كبير جدا. الطباخ استلم الطلب ووعده يوصلها فوراً، وفي اللحظة دي بونزا فتح سقف مقرمشات سلطع وحدف البيتزا الكبيرة جوه. أول ما الأنشوجة شافوها كلهم جريوا وخرجوا وراها. كانوا شاكرين لشفيق إنه أنقذ الموقف، بس شفيق نفسه ما كانش ليه أي أثر.